متخيل ان الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا سبيشالست نفس الوظيفه؟ الحقيقه لا، وده سبب لخبطه ناس كتير قوي. اهلا بيك في بتشتغل ايه. النهارده هنتكلم عن الفرق بين الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا سبيشالست. بس قبل ما نتكلم خليني افكرك بنفسي. انا اشرف الحسيني، ديجيتال ماركتنج واي كوميرس كونسلتنت، بزنس اند كارير كوتش. هكلمك النهارده عن اللخبطه دايما اللي بتحصل ما بين الوظيفتين، الديجيتال ماركتير والسوشيال ميديا سبيشالست. ببساطه الديجيتال ماركتنج هو الصوره الاوسع، هو المايسترو اللي بيربط كل القنوات ببعضها. يعني هو اللي بيبقى مسؤول عن قنوات السوشيال ميديا، وهو مسؤول عن محرك البحث او التسويق عن طريق محرك البحث، هو مسؤول عن كتابة المحتوى، والمسؤول عن الخطة الاستراتيجية والميزانية الإعلانية، وهو المسؤول عن المنصات الإعلانية، وحتى عن الايميل ماركتينج. هو الصورة الأكبر من التسويق الرقمي على الإنترنت أو ترويج الخدمات والمنتجات على الإنترنت، ووفق خطة أو وفق استراتيجية معينة. اما السوشيال ميديا سبيشالست هو بس شخص مختص بمنصات السوشيال ميديا او بقنوات السوشيال ميديا او حتى في اعلانات السوشيال ميديا. يعني بيبقى كل تركيزه هو محتوى اللي هينزل على السوشيال ميديا من بوستات او صور او فيديوهات، او ان هو بيحلل او بيختار جمهور على السوشيال ميديا، او ان هو حتى في بعض الاحيان يعمل اعلانات على السوشيال ميديا بشكل او باخر. ببساطة الديجيتال ماركتنج استراتيجي بيبني الخطة، السوشيال ميديا هو تنفيذي بينفذ الخطة دي على السوشيال ميديا المختلفة. وفي النهاية اسأل نفسك، انت بتحب التخطيط والتحليل والارقام؟ يبقى انت كده الديجيتال ماركتير او الديجيتال ماركتنج هو الانسب ليك. لو انت بتحب التنفيذ والابداع، بتحب التواصل مع الناس والتعامل مع الناس، يبقى السوشيال ميديا سبيشالست هو بالنسبة لك الاختيار الانسب. اشوفكم الحلقة الجاية.